السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم شهوة يمنى، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كيك الرخامية بمذاق الكراميل والشكلاط. كيجي لذيذ بزاف، اقتصادي وحجم عائلي، ناجح 100%، يستحق التجربة. بقاو معايا تشوفوا المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو في المقادير 5 د البيضات، كاس وربع سكر ما يعادل 180 غرام، كاس وربع زيت 250 ملل، كاس وربع حليب 250 ملل، جوج فلان، واحد بنكهه الكراميل والاخر بنكهه الشكلاط تيعطيو مذاق زوين للكيكه، ورشه ملح وشاسي فاني، شاسي كاكاو، جوج خمارات ونص ما يعادل 20 غرام، ودقيق على حسب الخليط بين 350 حتى 450 غرام. طريقه كالعاده، انا غادي نستعمل الطراب الكهربائي وممكن تستعملوا الخلاط ديال الكاس، تيبقى لكم الاختيار. ندير البيض مع السكر ورشه الملحه، نطرب البيض مزيان حتى يضاعف الحجم ديالو ويرجع اللون ديالو بيض باش يجي الكيك خفيف، ونكهوه بالشاسي ديال الفاني. ملي تيطلع البيض بهذا الشكل نضيف مباشره الزيت 250 ملل ما يعادل كاس وربع، ونضيف الحليب نفس قياس الزيت، اللي من احسن ما يكونش بارد، يكون بحراره المطبخ. من بعد ما نسجم ليا الخليط مزيان تنضيف الطحين بالتدريج شويه بشويه وانا تنغربل. الطحين على حسب الخليط، ما يمكنش نقول مقدار مضبوط، على حسب البيض واش تيكون صغير ولا كبير. في الاخير تنضيف جوج خمارات ونص، ضروري ما نغربلهم، نخلط مزيان حتى ينسجموا ليا مع الخليط، وفي الاخير تنضيف معلقه كبيره ديال الخل الابيض. نقسم الخليط على جوج، النصف تنديرو فلان كراميل قياس 2.5 غرام، غنخلطو مزيان حتى ينسجم. والنصف الثاني تنضيف له فلان شوكولات بنفس القياس، وتنضيف كميه من بودره الكاكاو على حسب اللون اللي بغيتي، ونخلطو مزيان حتى ينسجموا. ومباشره غنديرهم في المول اللي غادي ندهنو مزيان بالزبده ونرشو بالدقيق. ومن ناحيه الفران من الاحسن بلا ما نسخنوه، ندخلوه مباشره وهو بارد، واللي باغي يسخن الفران يديرو على 200 درجه، وملي يدخل الكيك عاد ينقص ل 170 اللي عنده الفران ديال الضو. غادي ندير كميه من الكيك بالكراميل بشكل عشوائي، ومن بعد ندير كميه من الكيك بالشكلاط، ونحاول نعمر الفراغات كما تشوفوا، ونستمر بهذا الشكل. تبقى من الكيك بالكراميل وتبقى من الكيك بالشكلاط حتى نسالي الكميه اللي عندي بالتناوب، وبطريقه سهله باش نحصل على شكل رخامي زوين في الكيك. وممكن نديروها بنكهه واحده، اما بالكراميل او الشكلاط، الاختيار تيبقى لكم. وللتزيين غادي نستعمل كوردون او اي سكين، نوصلوا القاع ديال الكيك ونحاول ندير خطوط بشكل عشوائي وما نكترش من الخطوط باش يجي الشكل باين.
صافي ندخلها الفران اللي قلت لكم الاحسن يكون بارد وعلى عافيه مهيله باش تطيب على خاطرها، وما نحلوش عليها حتى تفوت 40 دقيقه. نفتح عليها ونتاكد انها طابت باش ملي نجبدها من الفران ما تهبطليش، نخليها حتى تبرد ونحيدها من المول. والتزيين تيبقى اختياري، ندهنها بشويه المربى ونزينها بلوز افيلي محمر، وممكن تقدموها كما هي. نقطعها وتشوفوا كيفاش تجي من الداخل، تجي خفيفه بزاف ولذيذه والشكل ديالها زوين. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها لانها فعلا تستحق التجربه، اقتصاديه ولذيذه في نفس الوقت. شكرا بزاف على المتابعه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب والاصدقاء، ديروا لايك والاشتراك في القناه باش يوصلكم دائما جديد الوصفات. الى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله. مع السلامه.